السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقدم لكم دلوقتي ان شاء الله الفصل ال13 من رواية جبل. بس زي ما احنا متعودين في بداية كل فيديو جديد، قبل ما نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا بعرض لكم الكومنتات بتاعتكم اللي بتجاوبوا فيها على السؤال بتاع نهاية الفصل اللي فات. والسؤال كان بيقول: يا ترى زياد هيعمل حاجة في دهب ولا لا؟ ويا ترى اصلا زياد يعرف ان دهب دي مرات جبل ولا لا؟ ولما جبل يلاقي دهب هيعمل معاها ايه؟ وكردا على السؤال بتاع نهاية الفصل ما جاش لحد دلوقتي غير الإجابة دي، وكانت من بشاير بتقول إن جبل مش هيعمل حاجة لدهب، وإنه جبل كمان هينتقم من زياد، وإن دهب هتكون بخير إن شاء الله. وفي كمان الكومنت ده من محمد رجب. ونختم بقى بالكومنت اللطيف ده من بشاير برضو. ولأن المقدمة كانت صغيرة فتعالوا تاني قبل ما نبدأ في الفصل بتاعنا أفكركم تاني بالجروب الجديد بتاعي على الفيسبوك. الجروب ده إن شاء الله هنزل عليه كل رواياتي مكتوبة، واللي أصلا منزلاهم قبل كده على واتباد، بس عشان في ناس كتير ما تعرفش واتباد فعملت الجروب ده على الفيس وهنزلهم عليه. وهسيب لكم برضو في الكومنت المثبت اللي هسيب فيه لينك الجروب هسيب لكم عليه لينك الروايات بتاعتي على الواتباد، لأن بالنسبة للجروب الفيس مش هبدأ أنزل عليه غير لما العدد يزيد شوية. أما بالنسبة لواتباد فالروايات اوريدي موجودة ومنزلاها عليه من فترة. ودلوقتي بقى نقدر نبدأ في الفصل الجديد بتاعنا، بس يا ريت قبل ما ابدا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقيه الروايه ان شاء الله. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نبدا. وقفنا في الفصل اللي فات لما دهب صحيت من النوم لقت نفسها على سرير في اوضه زياد، وزياد كان بيحاول يضايقها. زياد كان رافض جدا انه يسيبها غير لما ياخد الغرض اللي هو عاوزه منها، خاصة انه دافع فيها فلوس كتير. بس دهب عرفت تفلت منه بطريقة وقالت له ان عندها عذر. زياد ما نطقش ولا اتكلم، خرج من الأوضة ورزع الباب وراه جامد قوي، ورجع تاني فتح باب الأوضة وقال لها تنزل تخدم مع الشغالين اللي تحت لحد ما يفضلها ويبقى يعرف ايه هي حكايتها. دهب هزت راسها وما صدقت انه خرج، وقامت جري من على السرير لبست هدومها وفتحت باب الأوضة وفضلت تبص حواليها يمين وشمال. لقيته قاعد ومولع سيجارة وقاعد في صالة الفيلا. فضلت تبص عليه شوية، هو لاحظ انها بتبص عليه فشخط فيها بصوت عالي وقال لها: انزلي على المطبخ، انت محتاجة عزومة. نزلت دهب جري على المطبخ. نهى بقى السكرتيرة بتاعته كانت بترن عليه. نهى قالت له ان جبل خرج من المستشفى. ضحك كده وقال لها: جبل ده عامل زي القطط ب7 ارواح، بس عموما كده فاضله مرة واحدة ونسلم روحه المرة الجاية لعزرائيل. انا قلت ابلغك يا زياد بيه عشان تبقى عارف وتاخد حذرك، عشان جبل مش هيعدي اللي حصل ده بالساهل. زياد بضحكة: اسمعي يا نهى، واجب يا نهى نروح نزوره، انا هقوم اغير هدومي وانتي كمان جهزي نفسك عشان هنروح نزوره. انت بتقول ايه يا زياد بيه؟ نروح نزور مين وهو متأكد ان انت السبب ورا الحادثة بتاعته؟ زي ما بقولك كده اجهزي عشان نروح نزور جبل في بيته. ايوه انا عارف ان هو متأكد ان انا اللي ورا الحادثة، بس الزيارة دي ليها غرض كده هتعرفي لما نروح. وقفل التليفون وطلع فعلا ياخد شاور ويغير هدومه. وطبعا دهب دخلت المطبخ مع الشغالين بتساعد معاهم. في فيلا جبل. جبل كان عامل زي الحريقة لما بتطفي بتفضل تطلع دخان، ده كان وضع جبل بالظبط. دماغه مشغولة بمليون حاجة، أولهم إزاي يرد الألم لزياد بتاع الحادثة ويكون ألم أقوى من ألم زياد، وتانيهم دهب هربت إزاي وراحت فين، زي ما مامته مفهماه إنها هربت بس مامته هي اللي طردتها. وطبعا لسه أثر الحادثة يعني لسه تعبان. مامته دخلت عليه أوضته وخبطت عليه وقالت له: جدك فرحات تحت وعايزك. الجملة نزلت على جبل زي الصعقة. جبل اتصدم أول ما سمع الجملة دي، بس كان رده على مامته سريع قوي وقال لها: ناديله يا ماما. طب اهدى كده يا حبيبي وما تقولوش ان انا قلت لك حاجة عشان جدك ما ينكرش. ابنك مش صغير يا امي، انا عارف انا هتأكد من جد ازاي على المعلومة اللي انت قلتها لي، بس ناديله بس. مامته فعلا طلعت نادت لجده فرحات عشان جبل تعبان ومش قادر ينزل، فطلع جده فرحات أوضة جبل. كان جايب قسيمة الجواز زي ما قال لهم ان هو هيجيبها. فرحات دخل: ازيك يا جبل يا ابني، اخبارك ايه انت وعروستك؟ بعدين قعد على الكرسي، شاف جروح في ايد جبل وفي وشه. خير مالك، الف سلام عليك، هي الجوازة وشها فقر عليك ولا ايه؟
جبل كان بيرد ببرود جدا، كان باين على وشه الزعل والزهق من جده. رد وقال له: دي حاجة بسيطة كده يا جدي. جده حط ايده في جيب الجلابية بتاعته وطلع عقد الجواز بتاع جبل ودهب. خد يا ابني قسيمة جوازك اهي انت ودهب. امال فين العروسة؟ جبل خد قسيمة الجواز وفتحها وبص فيها، وأول جملة نطقها وهو بيبص لجده: في حد بيجوز الأخ لأخته يا جدي؟ جده اتنطر من على الكرسي مرة واحدة. خبر ايه يا ابن ولدي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مين بخ السم ده في دماغك؟ اكيد امك. انا بسأل سؤال يا جدي، البنت دي اختي ولا لا؟ لا مش اختك يا ابني، البنت دي تبقى بنت عمك، وما تصدقش كلام سهير امك، البنت دي بنت عمك. امال ليه قلت عليها حامل وهي مش حامل؟ فرحات وهو بيتجه للباب: وانت كنت اتأكدت بنفسك انها مش حامل؟ جبل سكت شوية وما ردش. جده استغل سكوته ورد عليه وهو بيفتح الباب: انت لو كنت دخلت عليها كنت اتأكدت انها مش بنت، وكنت صدقت كلامي وما رميتش ودنك لكلام امك. البنت دي بنت عمك، وانا جوزتها لك عشان تلم لحمك. مفيش حد غريب هيجي يلم لحمك وانت موجود يا ولد ابني. سهير هنا اتدخلت وردت: بس عبد المجيد ابو دهب ما كانش بيخلف، لو هو ابوها فعلا هيكون جابها ازاي وهو ما بيخلفش؟ فرحات بعصبية: اخرسي قطع لسانك، انا ابني راجل، مين قالك ان هو ما بيخلفش؟ التحاليل اللي كانت معاك وانت خبيتها من الكل. التحاليل دي ما كانش فيها حاجة وابني كويس. وليه ما حدش شافها غيرك؟ جده فرحات وجه كلامه لجبل وقال له: اسمع يا جبل، بقول لك تاني اهو، ما ترميش ودنك لامك. دهب دي بنت عمك، والتحاليل اللي امك بتتكلم عليها دي موجودة معايا في البلد. لما تخف وتقدر تقف على رجلك تعال البلد وشوفها. طب انا عايز عنوان ام دهب مرات عمي. ليه يا ابني؟ هتأكد منها، لازم اتأكد. فرحات خرج من الأوضة وبدأ يبرطم بكلام ويقول: انت شكلك كده دماغك تعبانة زي امك، وقلت لك بنت عمك مش اختك، مفيش فايدة فيك. بس كان واضح على فرحات ان هو بيتهرب ومرضيش يديله عنوان مامة دهب وخرج من الفيلا. هنا بقى الشك دخل في قلب جبل اكتر لما جده بدأ يتردد: اسمع مني يا ابني، صدقني قلتلك البنت دي اختك. جبل وهو بيقوم من السرير: لازم الاقي دهب يا ماما، واذا كانت اختي او مراتي في الحالتين هدفنها. يا ابني انت تعبان ولازم ترتاح. مش هرتاح غير لما الاقيها وافهم كل الحكايه. في الوقت ده الشغاله خبطت الباب ودخلت عليهم وبلغته ان زياد ونهى السكرتيره بتاعته مستنينه تحت. سهير الاول ردت على الشغاله وقالت لها: قولي لهم يمشوا، هم جايين يعملوا ايه؟ هم هيقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. لكن جبل قال لها: استني يا ماما، انزلي يا فرحه قدمي لهم حاجه يشربوها وقولي لهم جبل بينزل دلوقتي. حاضر يا بيه اوامرك. ونزلت تشوفهم وبلغتهم كلام جبل. فوق بقى كانت سهير عماله تتخانق مع جبل وتقول له: انت هتنزل ليه؟ مش ده سبب الحادثه اللي انت فيها انت واخوك؟ ارجوك يا امي ما تتدخليش في شغلي، قلتلك 100 مره ابنك مش صغير وانا عارف انا بعمل ايه. اتفضلي روحي اوضتك انت وارتاحي، وانا هنزل لهم، انا هعرف اتصرف معاهم. براحتك يا ابني، انا رايحه اوضتي. جبل غير هدومه الاول وخد قسيمه الجواز اللي جده كان جايبها له، حطها في جيب الجاكيت ونزل لهم. اول ما نزل زياد قام من مكانه وراح عليه يسلم: حمد لله على السلامه يا جبل بيه، انا زعلت قوي لما عرفت بالحادثه اللي حصلت لك انت وسيف اخوك. مش تغير العربيه يا عم، يا تخلي بالك يا تجيب لك سواق. جبل بثبات: انا قلت اتدلع عليكم شويه عشان اشوف غلاوتي عندكم. غالي غالي قوي يا جبل بيه. اتفضل يا زياد، انت مش محتاج عزومه، انت في بيتك. وسلم على نهى وكلهم قعدوا. جبل كان لسه هيتكلم بس تليفونه رن. استأذن منهم عشان يرد على تليفونه وقام من على الكرسي. بس للأسف وهو قايم من على الكرسي قسيمة الجواز اللي كانت في جيب الجاكيت وقعت منه وما خدش باله وخرج في الجنينة يرد على التليفون. لكن زياد لاحظ إن في ورقة وقعت من جيب جبل، فمد إيده عشان ياخد الورقة عشان يشوف فيها إيه، اللي هي أساسا قسيمة جواز جبل ودهب اللي فيها صورة دهب. دهب دي بقى اللي هي المفروض في بيت زياد واللي هي مرات جبل. وهنا كانت الصدمة. زياد فعلا مد ايده واخد الورقة. السكرتيرة بتاعته بصت له وقالت له: انت بتعمل ايه يا زياد؟
زياد بضحكة صفرة: اهدي كده مكانك وما تتحركيش، هو انا خدتها منه مش هي اللي وقعت؟ وكان لسه هيفتح الورقة، بس فجأة ملقاش الورقة في ايده. كان جبل رجع بسرعة وشد الورقة من ايده. زياد وقف مصدوم ومش عارف يبرر، بس هو بارد يعني مش فارقله. اللي يخليه يقتل القتيل ويمشي بجنازته هيفرق معاه حتة الورقة دي؟ زياد ضحك لجبل كده وقال له: كانت واقعة منك يا صاحبي، يبقى تناديلي تديهالي مش تفتحها تشوف اللي فيها. عموما يا زياد انا هريحك واقول لك، دي مش ورقة شغل، دي قسيمة جوازي. انت اتجوزت انت وهايدي من غير ما تعزمني؟ لا ما اتجوزتش هايدي، اتجوزت بنت عمي. وهايدي تعرف الكلام ده؟ تعرف ولا ما تعرفش مفيش حاجة بتدارى. عموما تعبتك معايا يا زياد بيه، وجيت وتعبت نفسك عشان تشوفنا. جبل كان بيطرد زياد بس بالذوق، وزياد فهم كده وشاور لنهى بإيده عشان تقوم. قامت معاه وزياد ونهى خرجوا من بيت جبل، بس للأسف قابلوا سيف وسليم في الجنينة. أول ما سيف شاف زياد مسكه وضربه بالبنية في وشه، لكن جبل اتدخل: ايه يا سيف انت مجنون؟ الراجل ده ضيف عندنا. سيف بعصبية وهو بيحاول يفلت من ايد جبل اللي حصرته عشان يكمل ضرب في زياد. ضيف فين؟ واللي عملوا فينا ده ايه؟ والحادثة واللي حصل لنا؟ زياد وهو بيحط ايده على حرف شفايفه لانها انجرحت من البنية. شكرا على كرم الضيافة. وشد نهى من ايديها وركب العربية واتحرك. اول ما اتحرك من قدام الفيلا نهى كانت لسه هتتكلم: اخرسي خالص، مش عايزه اسمع صوت ولا كلمه. امسكي تليفونك اتصلي بهايدي، اعملي نفسك بتوسيع على جوازة جبل، عايز اعرف هي عارفه ولا لا. نهى نفذت كلام زياد بالحرف، طلعت التليفون واتصلت بهايدي. نهى بلباقة في الحوار: ازيك يا هايدي؟ قلبي معاكي يا حبيبتي والله. هايدي بعفوية: الحمد لله انها جت لحد كده. وبعدين يا نهى انت عارفة وانا عارفة ان اللي حصل لجبل ده من تحت راس زياد ولي نعمتك. طبعا نهى كانت فاتحة السبيكر، يعني زياد سامع الكلام اللي بيتقال. نهى كانت لسه هترد، لكن زياد شاور لها وقال لها تهدى. سكتت نهى كده الأول وبعدين قالت لها: انت قصدك على ايه هايدي؟ انا مش قصدي على حادثة جبل. امال قصدك ايه يا نهى؟ هو ايه اللي حصل تاني؟ يا خبر ابيض، هو انت ما تعرفيش ان جبل اتجوز بنت عمه؟ هايدي بصدمة وهي بتصرخ في التليفون: ايه؟ انت بتقولي ايه؟ انت مجنونة؟ اكيد دي حركة من حركاتك انت وزياد عشان توقعوني انا وجبل في بعض. اعتقد ان احنا مش بالسذاجة دي عشان نوقعكم في بعض، بس جبل فعلا اتجوز، ولو عايزة تتأكدي اسأليه، احنا لسه جايين من عنده اهو مورينا قسيمة الجواز. وقفلت السكة. زياد بضحكة عالية: اشرب بقى يا جبل، وانا هقف اتفرج واشوف ايه اللي هيحصل. وفضلوا نهى وزياد يضحكوا على اللي هيحصل في جبل من هايدي وابوها، لان ابو هايدي يعتبر شريك جبل في كل حاجة. هايدي طبعا بقت عاملة زي المجنونة وماشية تكلم في نفسها وتكسر في الفازة وتكسر في كل حاجة، وبقت تقول في نفسها: اكيد البنت اللي كانت هناك، البنت اللي رفعت عليه المسدس، هي دي، هي البنت اللي اتجوزها اكيد. انا كنت شاكة، دي ما كانتش عمايل خدامة ولا شغالة عندهم. وطلعت جري غيرت هدومها ونزلت ركبت عربيتها وطارت على بيت جبل. في بيت جبل سيف بعصبية: انت ازاي تسمح له يدخل بيتنا وانت عارف ان هو سبب الحادثة اللي احنا تعرضنا لها؟ كان زماننا دلوقتي مع الاموات. اتقل يا سيف، اخد الحق حرفة، انا كنت ممكن اموته هنا وما طلعوش منها غير على ظهره، بس الراجل اللي بجد هو اللي يفهم في الاصول. سيف قطع كلام اخوه وهو بيقول له: وهو ما فهمش ليه في الاصول وهو كان عايز يموتنا؟ قلت لك هو مش راجل، مش راجل. وبعدين يا سيف انا في دماغي مليون حاجة، فكك من الموضوع خالص زياد دلوقتي واركنه على جنب لما نخلص صفقة بكرة، وبعدها انا هعرف ارد عليه كويس واعرفه مقامه. بعدين بص لسيف ووجه له كلام وقال له: اوراق صفقة بكرة خلصانة ولا ايه النظام؟ كله تمام يا جبل، في شوية ورق بسيط محتاج امضتك بس وانت تبص عليهم. تمام، سيبهم لي على المكتب وانا هشوفهم. سيف وجه سؤال لجبل: انت رايح فين كده وانت مستعجل؟ انت لسه تعبان. نزل استعد جدك، لازم اتاكد واعرف دهب دي اختي ولا مراتي. وهي فين دهب دلوقتي؟ انتوا مش قلتوا مشيت؟ هجيبها، هي هتروح فين يعني؟ لو في اخر بلاد الله هجيبها. طب انا جاي معاك، يلا. جبل وهو بيحط ايده على كتف اخوه: خليك انت يا سيف، مش هنسيب ماما لوحدها ونسيب البيت لوحده. ما هو سليم هيستنى هنا كده كده، هيخلص ورق الصفقة في مكتبك وانا وانت هنروح ونرد سوا. جبل وجه كلامه لسليم: ايه رأيك يا سليم في الكلام ده؟ هتستنى ولا ايه؟ خلوا بالكم من نفسكم،
وانا هنا لحد ما تروحوا وتيجوا وما تتاخروش عشان صفقه الصبح. جبل وافق وقال له طب يلا بينا يا سيف عشان نلحق نروح ونيجي بسرعه. خرج هو واخوه يركبوا عربيتهم، وهم راكبين عربيتهم وخارجين من باب الجنينه لقوا عربيه واقفه قدامهم. كانت عربيه هايدي. هايدي لما شافته راحت نازله من العربيه. يوه مش وقت خالص دلوقتي. سيف اخوه قال له ايه ده كده يا عم وانزل بالراحه شوفها عايزه ايه، البنت كانت قلقانه عليك. جبل وهو بيفتح باب العربيه وينزل لها. نعم يا هايدي. انت اتجوزت؟ انت بتقولي ايه؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مش هترد عليا السؤال بسؤال، انت اتجوزت ولا لا؟ البنت اللي رفعت عليك السلاح دي مراتك وبنت عمك؟ افرض انها مراتي وبنت عمي وانا مش متجوزها برضايا، حوار كده وحوار ورث وفلوس. هايدي بصدمه وبعصبيه وبصوت عالي. حوار ايه وفلوس ايه؟ انت فاكرني عيله صغيره جايه تضحك عليا يا جبل بكلمتين؟ معشمني ومقعدني جنبك ده كله وتقول لي اصل انا بابا تعبان، بابايا مات، مفيش جواز دلوقتي، اصبر يا هايدي، وفي الاخر تطلع مقرطصني وبتشتغلني يا جبل. سهير كانت طلعت البلكونه على صوت هايدي العالي، واول ما شافتها في الجنينه حطت ايديها على خدها ونزلت جري بتحاول انها تهدي فيها. اهدي بس كده يا بنتي وكل حاجه ليها حل صدقيني، ومغصوبه على الجوازه دي والله. مش دي البنت اللي انت قلتيلي عليها شغاله يا طنط؟ بعدين بصت لجبل وقالت له عموما يا جبل دبلتك اهي، انا مش عايزاك، وخلي البنت دي بقى تنفعك، واي شغل بينك وبين شركه بابا انساه وشوف بقى اللي هيحصل لك. جبل وهو بيمسكها من دراعها جامد. انت بتهدديني ولا ايه يا هايدي؟ هايدي وهي بتبعد ايد جبل عنها. ايوه يا جبل اعتبره تهديد، اعتبر الحرب قامت من دلوقتي. جبل وهو بيحط ايده على خدها. اعرفي الكلام اللي انت بتقوليه ده عشان مش حته عيله زيك تقول لي انا الكلام ده. العياله دي انت واهلك كنتوا بتبوسوا ايدينا عشان نوافق ان نسيبكم، انتوا ما كنتوش تحلموا تعدوا من قدام بيتنا. رد جبل عليها انه ضربها بالقلم. اهدى يا جبل يا ابني مش كده. هايدي وهي بتحط ايديها على خدها. ماشي يا جبل، انا هعرف ارد لك القلم ده ازاي. وركبت عربيتها ومشيت. انت اتجننت يا جبل، ايه اللي انت عملته ده؟ جبل بثبات. ماما مش وقت اي كلام خالص، لما ارجع من مشوار هبقى اتكلم. وساب مامته واقفه وركب عربيته مع اخوه وطلع على بيت جده في الصعيد. هايدي كانت سايقه وهي منهاره ومش شايفه قدامها، فضلت سايقه ومش عارفه تروح على فين. فضلت تلف بالعربيه لحد ما وصلت على فيلا زياد. ركنت العربيه ونزلت عشان تخبط. مين بقى بتفتح لها الباب؟ وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا بيه. عاوزاكم بقى تكتبولي في الكومنتات تفتكروا مين اللي هتفتح الباب لهايدي، وهايدي هيكون رد فعلها ايه، ويا ترى بقى زياد لما يعرف ان دهب دي تبقى مرات جبل ايه اللي هيحصل. ويا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها، وعشان تكملوا معايا بقيه الروايه ان شاء الله. ويا ريت كمان تسيبولي آرائكم اللطيفة في الكومنتات. ويلا كلنا دلوقتي نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.